السلام عليكم. تصريح خطير ثاني من زين الدين زيدان يفاجأ المنتخب المغربي بعد الفوز على المنتخب البرتغالي يصدم الملايين. انظر ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطر أفواهك بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد الفوز التاريخي للمنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي في دورة 8 من كأس العالم، ليضرب المنتخب المغربي موعدا مع التاريخ قبل نهائي كأس العالم مع المنتخب الفرنسي، فقد صرح أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان وأدلى بتصريحات لوكالة الأنباء القطرية وقال: هذا يوم سعيد للقارة الإفريقية وللأمة العربية والإسلامية بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي ويتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم. هذا إنجاز ما بعده إنجاز للمنتخب المغربي الذي دمر كل منتخبات أوروبا، ويكفيه فقط أنه هزم المنتخب البلجيكي وأقصى المنتخب الأسباني وأقصى المنتخب البرتغالي. فالمنتخب المغربي هو أقوى دفاع في هذه البطولة، ولم يدخل مرماه سوى هدف واحد فقط، وأندهش من الهدف الذي أحرزه النصيري بعدما طار في الهواء وشهدته كالصاروخ يضرب الكرة برأسه. فهذا هدف إعجازي في كرة القدم، أن يصعد المهاجم أعلى من حارس المرمى. وأعتقد المنتخب المغربي سيكون خصما شرسا للمنتخب الفرنسي الذي فاز بكل صعوبة على المنتخب الإنجليزي، وكاد المنتخب الإنجليزي يتعادل في الدقائق الأخيرة لولا إهدار هاري كين ركلة الجزاء. المونديال الآن أصبح على صفيح ساخن بعد تأهل المنتخب المغربي، وسأله الصحفي: من ستشجع، المغرب أم فرنسا؟ فرد وقال: أنا قبائلي وأعتز بأصول القبائلية، فأنا لم أجاوب على هذا السؤال منعا للإحراج، ولكن أحب المغرب وأحب فرنسا، وكل من الدولتين تأهلوا، ومن سيتأهل إلى النهائي نصفق له جميعا. وفي النهاية ادعوا معي للمنتخب المغربي، اللهم انصر المنتخب المغربي كمان وكمان، واجعله يفوز في المباريات القادمة ليصل إلى نهائي كأس العالم. اللهم زد وبارك واحمي لاعب المنتخب المغربي من شر الإصابات والعين والحاسدين والحاقدين. اللهم انصر المسلمين والعرب والأمازيغ في هذه البطولة. وفي النهاية، لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.